السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة. مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم غادي نحضر معكم واحد البقلاوة اللي هي سريعة بزاف وسهلة ناجحة وكتجي مقرمشة وروعة جدا. تبقاو معايا نشوفوا طريقة التحضير والمقادير، وما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو الى عجب لكم طبيعة الحال، وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. تزيد دابا نحضروا طريقة التحضير. اول حاجه غادي نستعمل ان شاء الله في هذه البقلاوه هذه شراب القطر اللي فيه لتر ديال الماء مع 500 غرام ديال السكر، وغادي نخليوه حتى يطيبوا مزيان مع بعضياتهم. عاد غادي نخليوه يبرد باش نستعملوه للبقلاوه ديالنا. المهم هنا غادي ندوز معكم الحشو. هنا عندي 400 غرام ديال القرقاع، وعندي 150 غرام ديال البندق اللي طحنتهم من قبل وحمرتهم من قبل. غادي نزيد عليهم 2 ملاعق كبار ديال السكر وشويه ديال القرفه، ملعقه صغيره ما عمراش. وغادي نستعمل نص كاس ديال الماء الزهر. هاد الماء الزهر هذا كيعطيه واحد الطيبه اللي هي جميله بزاف. والقرفه الا ما كتعجب لكمش القرفه يمكن لكم ما تستعملوش، ولكن انا تعجبني وتتجي في هاد البقلاوه هذه رائع جدا ولذيذه بزاف. المهم هنا غادي نستعمل ورقه ديال الفيلو اللي كنت سبق لي وشاركتها معكم. غادي ناخذ واحد العود بحال هذا، وغادي نهز شويه ديال الحشو بهذه الطريقه. هذه سهله جدا واي وحده يمكن تستعملها، ولا يمكن تدير هاد البقلاوه هذه. يعني سريعه بزاف وخفيفه وظريفه وما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت. حتى ولو كان تبغيو ديروها في رمضان تقدرت لكم الشباكيه، ولا لو بغيتو ديروا شي حاجه تاني حلوه ديروا البقلاوه. كتجي سهله وما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت. وصافي كنلويوها بهاد الطريقه هذه وكنستفوها في الصينيه. ومن بعد غادي ندير عليها زبده اللي ذوبتها من قبل. زبده كتكون حيوانيه ماشي مارغرين، وكتذوبوها وكتغطيو جميع البقلاوه ديالكم. ما تخليو حتى شي طرف ما يوصلش ليه الزبده، حيت الا ما درتوش ليه الزبده فما غاديش يتقرمش لكم، غادي يبقى يابس. دابا غادي نقطع البقلاوه ديالي بحال هاد الطريقه هذه وندخلها الفران المسخن مسبقا على درجه حراره 180، وغادي نخليه حتى يكون ياخذ ليا اللون الذهبي. عاد باش غادي نخرجها من الفران ان شاء الله ونسقيها بشراب القدر. كما يمكن لكم تاني تستعملوا العسل، انا اختاريت هاد المره نستعمل شراب القطر. مهم هنا خرجت البقلاوه ديالي من الفران كما كتشوفوا ولات يعني خدات الشكل اللون الذهبي. وغادي نسقيها بداك السكر ولا بشراب القطر. صافي غادي نزينوه. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار. انا زينته بشويه ديال البندق كان مطحون وزينته شويه من الفوق، وتيجي بهذه الطريقه هذه سهله جدا ولذيذه في المذاق. ما عليكم غير تجربوه وتردوا عليا الخبار ان شاء الله وتصدق معكم الوصفه، حيت هي سهله بزاف. وإلا عجب لكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه، ومره اخرى رمضان كريم، ومع السلامه ان شاء الله الى فيديو قادم.